إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتسجيل الإعجاب وترك تعليق جيد، وأيضا مشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. أماراتي عسلياتي، أهلا ومرحبا بيكم. يا رب تكونوا بأفضل حال في أي مكان بتسمعوني منه. معكم أختكم هيدا من قناة أشطر ستات بأقل الإمكانيات. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وفكرة جديدة وفكرة مشروع جديد هيعجبكم جدا 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 جدا، وكمان هتقدروا تطلعوا منه ليكم يعني أجر إن شاء الله وانتوا قاعدين في بيوتكم، سواء من جيرانكم من حبايبكم. احنا عارفين عشان نجاح أي مشروع لازم إن احنا نكون زي ما قلت، عشان اي مشروع ينجح معاكم لازم تكونوا يعني واخدين بالكم او مراعيين حته ان يكون الميعاد اللي بتنزلي فيه المشروع بتاعك او الوقت المناسب ليه، وكمان المنطقه اللي انت موجوده فيها والمحيط، الناس اللي انت او العامل البشري اللي انت بتستخدمي يعني بتتعاملي معاه او بتبيعي له المنتج بتاعك. احنا عارفين دلوقتي ان اقترب عيد غير المسلمين الايام دي وعارفين كمان ان الموسم بتاعنا كمسلمين بتاع التنظيف والحاجات دي عشان دخول رمضان وكده، فبننظف الناس اللي بتنظف قبل رمضان والعيد والكلام ده كله. فادوات التنظيف والمنظفات والكلام ده كله مفيش غنى عنها في اي بيت موجودين فيه. فالنهارده او هبتدي معاكم ان شاء الله سلسله هنعمل فيها مشروعات للمنظفات، ان شاء الله باذن الله تعجبكم وان شاء الله تنال رضاكم وتحبوها جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، النهارده هندخل في الموضوع بتاعنا على طول، بس حابه اقول لكم ان الفيديو تركيبات لمعطر ومنعم للملابس اللي هو الدوني، اللي احنا سميناه الدوني. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، دي ازازه المركب الاصلي او مركب عايزه اقول لكم ايه التركيبه الفعليه بتاعه الدوني. يعني طبعا احنا عارفين ان سعر الدوني غلي جدا 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 جدا، وبقى مركز ومخفف ومش عارفه ايه، والسعر غلي جدا. طيب عشان اقول لكم على حاجه، عشان تشتروا او تستخدموا للغساله الاوتوماتيك، برضو عشان نكون صريحين، للغساله الاوتوماتيك وتبقوا مرتاحين فيها، يبقى لازم تتعاملوا مع واحد انتوا تكونوا عارفينه وعارفين ان الحاجه ان هو مش هيضركم بمعنى اصح. تمام، انا الحاجات دي ابتديت اشتريها من محل موجود في عزبة النخل في شارع الكنيسة الفرنساوي. لكل اللي ساكنين في عزبة النخل، شارع الكنيسة الفرنساوي، المحل ده بيعمل تركيبات جميلة جدا. طب فرضا انتوا مش في عزبة النخل ولا في المرج وعايزين تعملوا المشروع ده، هتروحوا لأي محل بيبيع مادة التكسفون. أول ما تعرفوا إن بيبيع مادة التكسفون هتعرفوا على طول إن المحل ده بيعمل تركيبات، فهتطلبي منه تقولي له عايزة التركيبة بتاعة الدوني، قولي له عايزه التركيبه المركزه بتاعه الدوني. فهو بيبقى عامل تركيبه مركزه للدوني، غسالات عاديه وغسالات اوتوماتيك، فانت تشوفي انت هتبداي حكايتك ازاي. هو هيديك التركيبه، هيسالك انت عايزاها ملونه ولا انت هتضيفي عليها حاجات. لو انت واثقه فيه هاتيها ملونه باللون اللي انت عايزاه، او هاتيها هو التركيبه اللي هو هيديها لك. قال لك لا انا هديك الماده المركزه، يبقى انت هتجيبيها الماده المركزه وهتضيفي عليها اي لون بودر، اي لون من الالوان اللي احنا بنشتريها، اي لون بودر، ومش هتضيفي عليها اي حاجه غير اللون ومعطر، نسبه معطر بس. تاني عشان نبقى كده واضحين مع بعضينا، الحاجات دي هتشتريها من محل اللي بيركب منظفات، مش اللي بيبيع منظفات، عشان في محلات بتبيع منظفات اللي هي بتبقى ارفف، تلاقيه حاطط لك كام كيس كلوروكس على كام كيس مش عارفه ايه وبيبيع بس. انما اللي بيركب هو اللي هتلاقي عنده الحاجات دي، عشان محدش يسالني في الكومنتات ونبقى واضحين مع بعض. وانا المحل اللي بتعامل معاه بقالي مده وبصراحه جميل، اللي قلت لكم موجود في شارع الكنيسه الفرنساوي ومعروف جدا، واسم البروفيسور ماشي ومعروف جدا. وكمان المحل ده بيدي على كل 5 تركيبات تركيبه هديه، وكمان للطلبات الجمله بيبقى ليها اسعار مختلفه برضو، عشان الناس السخيفه اللي بتدخل تفضل تغلس وتفضل تقولي معلش انا اسفه، لان انا بصراحه خلاص زهقت منهم، اللي بيفضل يقول لي انت طالعه تعملي اعلان. انا لو طالعه اعمل اعلان مش هتكسف اعمل اعلان، لان ده شغلي، فمش هقول ان انا لا، بس ده اعلان غير مدفوع الاجر، عشان خاطر نبقى عارفين انا طالعه عشان افيدكم انتوا، انا طالعه عشان افيدكم انتوا. لو هو اعلان انا مش هتكسف، لان ده شغلي، مش هتكسف من شيء، يعني ما فيهاش حاجه مخجله يعني. فزي ما قلت لكم هو المحل ده، بصوا التركيبه دي بيبيعها ب 12 جنيه،
التركيبة دي هو أغلب التركيبات اللي عنده بتتراوح من 6 ل 8 10 12 15، ما بفيش تركيبات بتزيد عن كده. التركيبة بقى عبارة عن ايه؟ هي بتتحط، طريقة التحضير بتاعتها بتحط 6 لتر مية و6 لتر مية وبتدوبيها في محتوى العبوة ده حتى يمتزج، وبعدين بتسيبيها لمدة ساعة. يعني بعد ما بتدوبيها بتسيبيها لمدة ساعة وبعدين تعبيها، تعمل لك 6 لتر. يعني لما تبيع لتر الدوني انت لو هتيجي تشتريه بكام؟ ب4 5 جنيه. لما تعملي 6 لتر منه و 6 في 5 او 6 في 5 ب30، صح؟ عشان انا فاشله في الحساب. 6 في 5 ب30 وانت اصلا دافعه هنقول 15 جنيه، يبقى مكسبك الضعف. تمام. هو في واحده منهم دي ب12 ودي ب15. تمام، عشان ايه نبقى للامانه. دي ب12، الزرقاء ب12 ودي ب15. تمام. هتدوبيهم وهتستخدميهم وتعبيهم وتبيعيهم لمحيط جيرانك، لمحيط حبايبك، لمحيط سلفتك، لمحيط مش عارفه ايه. هتبيعيهم صدقيني هتكسبي منهم، ده غير اللي انت هتطلعي ليكي مكسب. وزي ما قلت لكم الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو وقت اللي يقدر يعمل دلوقتي مشروع منظفات صدقوني هيكسب ذهب، لان فعلا كله دلوقتي بينظف وداخل رمضان وداخل العيد. وانا هبتدي معاكم جمله حاجات كتيره جدا تعملوا بيها المنظفات. زي ما قلت لك لو الدوني انت مش هتشتريه من الراجل ده، هتروحي لاي حد بيركب منظفات تقولي له عايزه التركيبه المركزه بتاعه الدوني، هو هيديها لك. لو اديها لك بودر هتزودي عليها خل وهتزودي عليها معطر وبس، وتبقي واضحه عشان برضو ما تبوظيش للناس غسالاتهم. تبقي واضحه معاه تقولي له اذا كانت للغساله العاديه ولا الغساله الاوتوماتيك. طب فرضا انت عايزه انت تجيبي الخامات وتعمليه بنفسك، او مش عايزه تروحي للراجل، والمهم انت عايزه تعملي الخامات بنفسك، هتعملي ايه؟ هتجيبي من عند الراجل اللي بتاع الصابون، هتجيبي من عنده 8 كيلو ماده فورمالين. الفورمالين دي هي الماده الحافظه اللي بتحفظ لك اي نوع صابون او اي منظفات انت بتعمليها. هتجيبي اللون اللي انت حباه، سواء اللون الازرق او اللون الروز او البينك، ده اللون اللي انت عايزاه من عند الراجل برضو. وبعدين هتجيبي 8 كيلو ريحه دوني. ريحه الدوني دي هو بيديها لك، اللي هو عارفين ريحه الدوني بيبقى ليه ريحه مميزه كده جميله، اللي بتعمل ريحه للغسيل وبتعطره وبيبقى منعم ومعطر للملابس. الماده الخام بقى اللي بتعمل لك الدوني اصلا، يعني الماده الخام بتاعه الدوني هي اسمها سوفت. هي دي الماده الخام بتاعه الدوني، وفي المحلات المنظفات كمان بتسميها عجينه. هي دي الماده الخام. هتخلطي كل دول على بعض وتضيفي عليهم. شوفي بقى انت هتجيبي الكميه قد ايه. الراجل ساعتها بيقول لك، يعني مثلا لو جبتي 8 كيلو هيقول لك ال 8 كيلو من ماده السوفت دي يتضاف عليها مثلا 10 لتر ميه، يتضاف عليها كده، يعني فاهمين؟ انما انا بصراحه شايفه ان انا اريح دماغي واجيب، مادام هيدي نفس النتيجه، اجيب التركيبه دي واضيف عليها 6 لتر من الميه، او اخفف او ازود من بالميه، يعني اخفف بالميه او اتقل على حسب السمك اللي انا عايزاه.